ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم فيديو جديد. هعمل لكم محشي كرنب. مقاديره الكرنبايه اهيت، واربع بصلات زي ما انت عايزه او 3 فصين، 3 توم. طبعا الخضره، الصلصه اللي انا بعملها ديت قبل بسبكها شويه. هظبط كل الحاجه ديت واسلق الكرنب واقطعها واعمل البصل واخرط الخضره واظبط كل حاجه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، انا ببتدي اهو اسلق الكرنبايه اهي، او اقطعها كده من النص، حطيتها كلها على بعضها كده اهو شغاله. وهنا عملت البصله اهي على النار، حطيت فيها 3 فصوص ثوم وقرن شطه. اللي حابب يعمل شطه يعني، مش حابب خلاص مش مشكله. هتتحمر بقى اوريها لكم، ولما اطلع الكرنبايه واخرطها هوريكم. يلا سلام يا حبايبي. البصله اهي مرت كده الدرجه دي انا عايزاها، لازم تبقى بصله المحشي كده. هحط الطماطم مسبكاها سنه كده، تتسبك بقى شويه. بعد كده احط الصلصه، بعد كده ارجع لكم تاني بعد ما اقطع الكرنبه واخرط الخضره. يلا اشوفكم بعد شويه. بصوا يا حبايبي، الصلصه اهي بتتسبك اهي شويه، واحط الخضره عايزه اوريكم حاجه وانا بطبخ. عايزه اوريكم حاجه، بصوا العصافير هنا تيجي تاكل، انا بحط لها اكل. اي عيش بحطه في الكيسه دي كده، احوشه واعمل لهم، اضربه في الكبه واعمل لهم اكل. ما لقيتش اطلع من الفريزر واديلهم، متعودين هم ياكلوا هنا. اول ما اقوم الصبح لازم اعملها لهم اهو. بصوا كده اهي، كمان تتسبك شويه بقى فيها كده. وبعد كده ايه، نحط الرز ونحشي مع بعض شويه واجيب كده. خلاص بقى الصلصه جاهزه اهو. هنحط الرز، بس قبل ما نحط الرز هنحط الحياء. هنحط طبعا فلفل اسمر، نحط كمون، طبعا روح المحشي كمون، حاجات موجوده ولا لا دي. كمون كتير في المحشي، كزبره كمان، كده بقى نحط الرز على طول. لسه الملح، نحط ملح اجيب الملح وارجع ملح اهو. كده بقى احط الايه، احط الرز اقلب شويه، بعد كده نحط على
كده انا كفيت. هحطها بقى في المكان اللي انا هحشي فيه، لان الحله دي اللي انا هحشي فيها، وهرجع لكم. بس يا حبايبي انا نقلت اهو الرز اهو في الطبق. هنا بصوا انا العروق بتاعه الكرنب بقطعها وبحطها ايه في الحله كده اللي انا هحشي فيها. وابتدي احشي بقى. مش هعرف احشي قدامكم عشان انا ماسكه الموبايل بايدي، مش هعرف استعمل ايدي التانيه، فهحشي وارجع لكم تاني. انا مقطعه اهو الكرنب اهو، اخلص حشو وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي انا ايه بنتي جت دلوقتي اهو، هتصور وهوريكم ازاي بحشي ازاي المحشي اهو. بصوا انا بخليها طويله كده اهي، وباخد على قدي وبقطع خدها كده. واحده كمان كده. لازم رز المحشي يبقى كده طري كده، ما يبقى كده تبقى صلصته وخضرته حلوه، ما يبقاش مفرول. اكمل بقى وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي انا خلصت كده المحشي اهو. هحط له دلوقتي بقى الميه بتاعته اهو. البرطمان ده بقيت صلصه، حطيت فيه الميه وحطيت ملح وكمون وحطيت فلفل اسمر، كزبره. نشوف الميه كده مع بعض. شويه لازم تبقى السطر الاخير ما يبقاش واصل له ميه. نغطيها نسويها بقى وايه وارجع لكم تاني. يا حبايبي كده نشوف المحشي اخباره ايه اهو. كده اتشرب كله. نطلع واحده كده ونشوفها نختبرها استوت ولا لا. السنه كمان بتاع 5 دقايق كده وننزله. بعد كده اوريكم. بس يا حبايبي كده المحشي استوى اهو جاهز اهو. هفضيه بقى وهوريه لكم عشان انا لوحدي، فهفضيه واوريه لكم في الطبق. يلا سلام. اهو انا غرفت حبايبي المحشي اهو اهوت. بصوا بصوا الرز عامل ازاي. احمر مفرول. طعمه جميل جدا. يلا بالهنا والشفا لله. سلام.